أرقام عند المصري القديم. النهاردة في الفيديو ده هناخد الأرقام عند المصري القديم وهنتعرف على الطريقة اللي اتبعها في كتابة الأرقام. بس قبل لما نبدأ الفيديو، لو ما كنتش فاتحه من تطبيق اليوتيوب، الأفضل ان انت تروح وتفتحه من على تطبيق اليوتيوب مباشرة علشان تقدر تشترك في القناة وكمان تفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ننزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. في الفيديو ده هناخد الأعداد الرقمية اللي هي زي 1 و2 و3 و100 و1000 ومضاعفاتهم، ونعرف نطقهم وطريقة كتابتهم عند المصري القديم. وفي الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي جاي إن شاء الله هنعرف نقرأ أي رقم المصري القديم كتبه، حتى لو كان رقم كبير مكون من أحاد وعشرات ومئات وآلاف أو 100,000 أو مليون. مع نهاية الفيديو اللي جاي إن شاء الله أي رقم هيقابلك في أي نص أو بردية هتعرف تقرأه لوحدك بإذن الله. وكمان في الفيديوهات اللي جاية هناخد الأعداد الترتيبية اللي هي زي الأول والثاني والثالث والتاسع وهكذا، وهناخد الكسور زي نص وتلت وربع، ونعرف المصري القديم كان بيكتبهم ازاي. بس قبل لما نبدأ في الفيديو خلينا ناخد كام معلومة صغيرة كده عن الأرقام عند المصري القديم. الأرقام عند المصري القديم بنتكلم دلوقتي طبعا في الشرح بتاعنا عن العصر الوسيط اللي هو العصر الذهبي أو الكلاسيكي للغة المصرية القديمة، اللي بيبدأ من منتصف الأسرة الثامنة لمنتصف الأسرة ال18. طبعا الأرقام كان لها نطق عند المصري القديم زيه زي أي لغة في العالم، واحنا عارفين نطق الارقام من 1 ل9 اللي هي ارقام الاحاد، وكمان نطق الارقام زي 10 ومضاعفاتها اللي هي 100 والالف وال10,000 والمليون وال10 مليون وال100,000، وكل الكلام ده احنا عارفينه. بس لما يجي المصري القديم يكتب رقم زي 25 زي 330 او زي 675 مثلا، فاحنا مش عارفين النطق المظبوط للرقم ده. طب ده راجع لايه؟ لان المصري القديم في اغلب نصوصه اعتمد على الطريقه الرقميه، اللي هو يكتب العدد بالرقم مش بالحروف، مش بطريقه نطقه للرقم. يعني مثلا لو قدامنا رقم زي 365 يكتبه بالرقم، يكتب 365، ما يكتبش 365، يعني ما يكتبش نطقه للرقم. فاحنا بالتالي ما بنعرفش نطقه كان ايه للرقم، لان هو برضو زي ما قلنا بيكتب الرقم بالطريقه الرقميه، فبالتالي ما قدرناش نعرف الطريقه المظبوطه 100% لطريقه نطقه للارقام المكونه من خانه احاد وعشرات او احاد وعشرات ومئات والاف و10,000 وهكذا. تاني معلومه لازم نعرفها ان احنا برضو في العصر الوسيط اللي هو العصر الذهبي للغه المصريه القديمه كنا بنلاقي ان المصري القديم بيكتب العدد دايما بعد المعدود. يعني يكتب مثلا خبز 1000، شعير 500، العدد بيجي بعد المعدود. لكن بالنسبة لطريقة نطقه فحتما ان هو في الحياة الطبيعية طريقة النطق بتاعته كان زينا، كان بيقدم العدد الاول قبل المعدود. يعني يقول انا شفت 3 رجالة وكان واقف معاهم 7 اطفال مثلا يعني. لكن لما يجي يكتب دايما في العصر الوسيط، في العصر الذهبي للغة المصرية القديمة، يكتب العدد بعد المعدود، يكتب العدد بعد المعدود. وده برضو شبه طريقتنا في التسجيل في الدفاتر الحسابيه. لما مثلا تكون اخدت فاتوره مثلا من سوبر ماركت فتلاقيه كاتب مثلا زبادي 3، بيض 12، شاي 1، قهوه 3، يعني يكتب برضو العدد بعد الشيء المعدود. فالمصري القديم كان بيتبع نفس الطريقه في الكتابه، ان هو يكتب دايما العدد بعد المعدود، لكن في طريقه نطقه ان هو حتما كان في طريقه النطق بيخلي العدد يجي قبل المعدود زينا دلوقتي. ما عدا في بعض الحالات في الكتابه عند المصري القديم كان بيقدم فيها العدد عن المعدود، اللي هو يقول مثلا 1000 من كل حاجة حلوة، 1000 من الجعة، أو 1000 من الخبز، 1 من هؤلاء الحمير. ففي الحالة دي بس في الكتابة كان بيقدم العدد قبل المعدود. ويلا بينا دلوقتي نشوف المصري القديم كان بيكتب الأعداد الرقمية إزاي. أول رقم خالص اللي هو الرقم 0. بالنسبة للرقم 0 المصري القديم ما كانش عنده علامة مميزة أو ثابتة للرقم 0، لكن شفنا في النصوص الحسابية والنصوص الرياضية لو كان ناتج عملية الطرح بيساوي 0 فبنلاقي إن الكاتب يا إما بيسيب فراغ فاضي، يا يسيب فراغ فاضي أو بيكتب كلمة نفرو، يا بيسيب فراغ فاضي يا بيكتب كلمة نفرو. ونفرو بمعنى هنا بطريقة الكتابة اللي هتظهر قدامنا بتبقى بمعنى نفاد أو نقص أو عجز أو قصور. يبقى
نفروا بمعنى نفاد أو نقص أو عجز أو كسور بطريقة كتابتها هنا، اللي هو نقرأ من الشمال لليمين: القلب والقصبة الهوائية علامة صوتية ثلاثية تنطق نفر، وبعدها فرخ السمان بينطق واو، وبعدين العلامة اللي بعدها دي مخصص، وده في الطبيعة عصفور الصنور، وده مخصص لا ينطق. والثلاث شرط الرئيسية، الثلاث شرط الرئيسية دي بتيجي في على الكلمات اللي بتبقى جمع، واوقات بتيجي في الكلمات اللي هي بتحمل معنى معنوي زي الجمال او الحب، او اوقات بتيجي في الكلمات اللي بتحمل اسماء السوائل وهكذا. يبقى دي كلمة نفيرو بيروح المصري القديم كاتبها، بس مش بيكتبها كلها، لا بياخد منها بس اول علامه خالص اللي هي قلنا القلب والقصبه الهوائيه، اللي هي علامه صوتيه ثلاثيه تنطق نفر، ويروح حاططها. يبقى لو كان الناتج عمليه الطرح بيساوي صفر، كنا بنلاقي الكاتب يا يسيب فراغ فاضي يا بيحط العلامه دي اللي هي نفر، اللي هي اختصار عن كلمه نفروا بمعنى نفاد او نقص. والطريقه دي شبه يعني كلمه مفيش او بح بالعاميه بتاعتنا، يعني لما يبقى الناتج مثلا 500 ناقص 500 بيساوي صفر، لما يكتب لي كلمه نفروا اللي هو شبه تعبير كلمه مفيش او بح، مفيش حاجه خلاص. يبقى زي ما قلنا رقم صفر يسيب فراغ فاضي يا يكتب علامه نفر اللي هي اختصار عن كلمه نفروا بمعنى نفاد او نقص او كسور او عجز. بقى الأعداد الرقمية عند المصري القديم هناخد أرقام الآحاد اللي هي من 1 ل9. من 1 ل9 دي بنسميها أرقام الآحاد. أرقام الآحاد دي عند المصري القديم كان بيعبر عنها بشرط رأسية، يعني رقم 1 يعبر عنه بشرط رأسية واحدة، رقم 2 يعبر عنه بشرط رأسية ب2 شرطة رأسية، رقم 3 يعبر عنه ب3 شرط رأسية. لكن بالنسبة لرقم 1 في الأغلب رقم 1 ما كانش بيكتبه بالشرطة الرأسية، لا كان بيكتبه بنطقه. يبقى الرقم 1 تقريبا هو الرقم اللي كان بيكتبه بنطقه، غالبا بيجي مكتوب بنطقه اللي هو واع. رقم 1 كان بيجي بنطقه اللي هو واع. بنقرأ من الشمال لليمين: دي حربة ذات شوكة علامة صوتية ثنائية تنطق واع، وتحتها الذراع واليد بجزء من الساعد ده حرف العين، وجنبه الشرطة الرئيسية. يبقى رقم 1 في الغالب كان بيجي لما يجي في نص يقول مثلا رجل واحد او امرأة واحدة، كان يكتب كلمة واحد بنطقه مش بالشرطة الرئيسية اللي هو واع. لكن باقي الارقام بقى الآحاد زي 2 و3 4 5 6 7 8 و9 كان بيكتبهم بالشرطة الرئيسية. لكن خلي بالنا ان المصري القديم كان عنده كلمات بيكتب فيها اوقات شرطة رئيسية واحدة واوقات 3 شرط رئيسية، زي ما اخدنا من شوية في كلمة نفروا. هنعرف نميز ازاي من خلال سياق النص وحفظنا للكلمات. هنعرف ان الرقم الموجود ده عدد وانه مش تبع الكلمه، خاصه طبعا لو جه زي رقم 3 ب3 شرط رئيسيه. مع حفظنا للكلمات هنعرف ان دول عدد وان ده مش تبع الكلمه. يبقى من ارقام الاحاد من 1 ل9 عبر عنها بشرط رئيسيه. تعالوا دلوقتي بقى نعرف نطق ارقام الاحاد من 1 ل9. رقم 1 عبر عنه بشرطه رئيسيه واحده بينطق واع واع. رقم 2 عبر عنه ب2 شرطة رئيسية وبينطق سنو سنو. رقم 3 عبر عنه ب3 شرط رئيسية وبينطق خمت أو خمتو خمت خمتو. رقم 4 عبر عنه ب4 شرط رئيسية وبينطق فدو أو افدو فدو افدو. رقم 5 عبر عنه ب5 شرط رئيسية وبينطق دي أو ديو دي ديو. رقم 6 عبر عنه ب6 شرط رئيسية وبينطق سس أو سرس أو سيسو أو سرسو سس سرس سيسو سرسو. رقم 7 عبر عنه ب7 شرط رئيسية وبينطق سفخ أو سفخو سفخ سفخو. رقم 8 عبر عنه ب8 شرط رئيسية وبينطق خمن أو خمنو خمن أو خمنو. رقم 9 عبر عنه ب9 شرط رئيسية وبينطق بسد أو بسج أو بسجو بسد بسج بسجو. أرقام الآحاد من 1 ل9 اللي عبر عنهم المصري القديم بشرط رئيسية. هندخل بقى على أرقام العشرات اللي هو 10 و100 و1000 ومضاعفتهم. 10 و100 و1000 ومضاعفتهم المصري القديم أعطاهم علامة مميزة، يعني عبر عنهم بعلامة مميزة مش بشرط رئيسية زي من 1 ل9 اللي هي أرقام الآحاد. تعالوا دلوقتي نتعرف عليهم مع بعض.
أول رقم معانا اللي هو رقم 10. رقم 10 عبر عنه بالعلامة دي، بتنطق مج، وهي بتمثل في الطبيعة عقال دواب أو قيد للقطيع. يبقى رقم 10 عبر عنه بالعلامة دي، بتنطق مج، وبتمثل في الطبيعة عقال للدواب. يبقى رقم 10 اللي هي مج بالعلامة دي، والعلامة دي اللي هي المج اللي هي عقال الدواب هي المسؤولة قدامنا عن رقم 10 وعن خانة العشرات. وهنفهم الكلام ده في الفيديو اللي جاي لما ناخد رقم كبير مكون من أحاد وعشرات ومئات وآلاف. يبقى رقم 10 مج. رقم 100. المصري القديم عبر عن رقم 100 بالعلامة دي، والعلامة دي بتمثل في الطبيعة حبل أو لفة حبل، وبتنطق شت. يبقى رقم 100 اللي هو شت. يبقى العلامة دي بتنطق شت وبتعبر عن رقم 100، وهي المسؤولة قدامنا عن رقم 100 وعن خانة المئات. العلامة اللي بعد كده اللي هي الألف. عبر المصري القديم عن رقم 1000 بالعلامة دي اللي هي بتنطق خاء، وهي بتمثل في الطبيعة الورقات والجذر والساق بتاعت نبات اللوتس. يبقى جذر وساق نبات اللوتس وبتنطق خاء. يبقى خاء بتعبر عن رقم 1000، وهي المسؤولة قدامنا عن رقم 1000 وعن خانة الآلاف. الرقم اللي بعد كده اللي هو 10,000. 10,000 عبر عنه المصري القديم بالعلامة دي، والعلامة دي بتمثل إصبع إنسان في وضع رأسي، يعني صباع إنسان رأسي في وضع رأسي، وبتنطق جبع. جبع. يبقى المصري القديم عبر عن 10,000 بالعلامة دي اللي هي جبع. يبقى الجبع اللي هو إصبع إنسان في وضع رأسي بيرمز لرقم 10,000، والمسؤول قدامنا عن خانة 10,000. رقم 100,000. المصري القديم عبر عن رقم 100,000 بالعلامة دي وتنطق حفن. وحفن دي عبارة في الطبيعة عن الشرغوف اللي هو فرخ الضفدع اليرقاني الشكل. يبقى فرخ الضفدع بينطق حفن وبيعبر عن 100,000. يبقى حفن مسؤولة قدامنا عن رقم 100,000 وعن خانة 100,000. رقم مليون. المصري القديم عبر عن رقم مليون بالعلامة دي وتنطق حح، وهي بترمز في الطبيعة للمعبود حح، معبود ورافع ايديه الاتنين لفوق. يبقى رقم مليون عبر عنه بالعلامة دي تنطق حح. يبقى حح هي المسؤولة عن رقم مليون وعن الخانة بتاعت رقم المليون. لكن ملحوظة صغيرة كده ان حح العلامة دي اختفى استخدامها بعد كده للتعبير عن رقم مليون، وبقت بترمز اكتر للكسرة او التعددية، يعني تيجي بمعنى كثير ميني بالانجليزي. وبقى المصري القديم عشان يعبر عن رقم مليون بياخد طريقة تانية هنتعرف عنها في الفيديو اللي جاي. الرقم بعد كده اللي هو 10 مليون. 10 مليون عبر عنه بالعلامة دي، والعلامة دي هي علامة أسطوانية يكتب بداخلها أسماء الملوك، واستخدمت بداية من الأسرة الرابعة عهد الملك سنفرو، واستمر استخدامها لحد العصرين البطلمي اليوناني الروماني، إن هو يكتب جواه اسم الملوك، وأطلق عليها اسم الخرطوش، ودي تسمية حديثة وبتنطق شنو. يبقى رقم 10 مليون عبر عنها بالعلامة دي اللي هي الخرطوش وبتنطق شنو، وشنو هي المسؤولة قدامنا عن رقم 10 مليون وعن خانة 10 مليون. خلصنا أرقام الآحاد من 1 ل9، وأخدنا أرقام العشرات 10 وال100 وال1000 ومضاعفتها. في الفيديو اللي جاي هنتعلم إزاي المصري القديم كان بيكتب الأرقام الكبيرة اللي هي مكونة من آحاد وعشرات ومئات وآلاف و100,000 وهكذا. وبإذن الله مع نهاية الفيديو اللي جاي هتكون خلاص هتعرف تقرأ أي رقم موجود قدامك في أي نص أو أي مكان. كده يكون انتهى فيديو النهارده من قناة حبة ايجيبتولوجي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، وكمان تشير الفيديو. وسبت لكم في صندوق الوصف كل الروابط بتاعت صفحاتنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك وعلى التليجرام وعلى الانستجرام. تابعونا دائما وابدا وحتى اخر العمر. كانت معكم سالي احمد. حافظوا على اثاركم، تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هلو نافر.